رجعت شقتي على غفلة، دخلت لقيت مراتي في الحمام وقافلة على نفسها وبتكلم حد في التليفون. ناديت عليها وقلت لها: مساء الرعب والتشويق، هنا عبد الله نسر، والليلة هحكي لكم حكاية مش مجرد قصة، لأ، دي شهادة من إنسان فقد عقله، خسر بيته وخسر نفسه. حكاية واحد كان فاكر إن الشك مجرد غيرة، وإن الصوت اللي بيقوله راقب مراتك مجرد تحذير، لكن الحقيقة التحذير ده كان أول باب اتفتح للشيطان، أول خطوة في طريق مالوش رجوع. الليلة هتشوف يعني إيه إن الإنسان يشوف الموت بعينه ويعيش مع الهلاوس كأنها حقيقية. هتشوف يعني إيه تتحول الضحية لقاتل، ويتحول القاتل لمطارد، وإزاي البيت اللي بنسكنه ممكن يبقى قبر، والكنبة اللي بنقعد عليها ممكن تبقى مسرح للجريمة. القصة اللي هتسمعوها النهاردة اللي كاتبها لنا الأستاذ المبدع أحمد محمود الشرقاوي. عاوزك بقى تركز كويس جدا في تفاصيل القصة بتاعة النهاردة، لأن القصة ديت مستوحاة من أحداث حقيقية من داخل البيوت المصرية. يلا بينا بقى، كفاية كده ونقوم نحضر الطقوس اللي احنا متعودين عليها. سماعتك وقهوتك واجهز علشان سهرتك. وانا قاعد على القهوة من شوية لقيت واحد شكله مألوف بالنسبة لي قعد جنبي وقال لي بدون اي مقدمات: راقب مراتك كويس. بصيت له اكتر من دقيقة كده وانا مش قادر اتكلم، وكأن لساني مش موجود مكانه علشان يرد عليه. الغريب انه قام ومشى وانا ما اتكلمتش ولا رديت عليه ولا كلمة، كأني انسان عاجز او في مرض غريب. وقعدت مكاني مغموم اكتر واكتر، لاني للاسف بشك في مراتي بقالي فترة طويلة، من يوم ما سمعتها بتضحك ضحكة غريبة وهي بتتكلم في الموبايل، ولما بقيت افتش في موبايلها الاقيها مسحة المحادثات. المهم رجعت البيت وانا رجليا مش شايلاني، ولقيتها كالعادة بتصلي، الست اللي بتقضي كل فروضها، اللي بتصلي قيام الليل كل ليلة وبتقوم السنن والفرايض. تطلع خاينة؟ ناس كتير حذروني منها، وحاجات انا شفتها بتأكد كده كمان. خلصت صلاة وشافتني ودخلت على الأوضة بدون ولا كلمة. طلبت منها تجهز العشاء، ما ردتش عليا ودخلت علشان تنام. وقعدت أنا في الصالة عاجز عن اتخاذ أي قرار، لحد ما غصب عني رحت في النوم. واللي كان بيطاردني في صحياني هو اللي كان بيطاردني في نومي. أخويا ومراتي قدام عينيا بيتفقوا على خيانتي لما أنزل وأروح شغلي، وهي كانت فرحانة ومنتظرة بفارغ الصبر إن أمشي وأروح الشغل. صحيت من نومي على صوتها، كانت بتقولي إن الساعة 7 وأنا اتأخرت على شغلي، ولمحت في عينيها نظرة خبيثة، ابتسامة مستخبية، عاوزاني أمشي بسرعة علشان تعمل اللي أنا شفته في نومي، واللي ما كانش حلم أبدا، كانت حقيقة، لأني شخص عنده شفافية وكل أحلامي بتتحقق بكل تفاصيلها. ما رحتش الشغل وفضلت قاعد في البيت، وهي كل ساعة تسألني على الشغل، عاوزان أروح بأي طريقة، لحد ما سمعت جرس الباب بيرن، ولمحت التوتر في عينيها. حاولت تسبقني وتفتح الباب لكني منعتها وفتحته أنا، وقدام عينيا شفت أخويا اللي من لحمي ودمي. أول ما شافني اتوتر وسألني باستغراب عن سبب غيابي من الشغل، وبعدين اتحجج إنه بيطمن عليا وسابني ومشى. دخلت لقيتها في الحمام وقافلة على نفسها الباب. قعدت مكاني على الكنبة اللي في الصالة، المكان الوحيد اللي ما بعرفش أقعد غير عليه. فضلت مستنيها يجي حوالي 3 ساعات وهي جوه الحمام مش عايزة تخرج، لحد ما غصب عني رحت في النوم. وفي نومي شفت حلم تاني، شفتها خرجت من الشقة وقابلت أخويا على كافيه. صحيت مخضوض وقلبي بيدق، دورت عليها في كل مكان لكنها ما كانتش موجودة في الشقة. وبعد ساعة رجعت من بره، كانت مبسوطة وفرحانة. سألتها عن خروجها، قالت لي إن والدتها كانت تعبانة. معرفش إزاي والدتها تعبانة وجاية مبسوطة كده، وكالعادة دخلت أوضتها وتجاهلتني تماما. ومن شدة الجوع نزلت على القهوة، جبت علبة أندومي وكلب، وفضلت قاعد لحد الساعة 1 بالليل. ولما رجعت
سمعت صوتها بتتكلم في الموبايل وبتضحك، وأول ما سمعت صوتي عملت نفسها بتصلي. كل ده هو أنا جوايا إحساس رهيب بالعجز من إني أعمل حاجة أو أخد قرار في حياتي اللي عاملة زي الخرابة. وبعد شوية طلعت البلكونة، لقيت شاب غريب وواقف تحت البلكونة وكان بيشاور، كأنه كان بيشاور للبلكونة التانية بتاعة أوضة نومي. يعني ببساطة وبمنتهى السهولة بيشاور لمراتي في نص الليل. أول ما شافني اتحرك بسرعة واختفى. جريت على الأوضة لقيتها قافلة الباب بالمفتاح ورفضت إنها تفتح لي، ورجعت تاني مهموم ومغموم وقعدت على الكنبة إياها اللي أنا قلتلكم عليها لحد ما رحت برضه في النوم. وفي نومي المرة دي شفت الشاب اللي كان بيشاور لها من الشباك. عرفت في الحلم إنه عارفها من على الفيسبوك، وإنها استجابت له وبقت بتقابله، بينه وبينها علاقة عاطفية. وعرفت أقرأ الشات كله في نومي، شات قذر بكل المقاييس. ولما صحيت خدت موبايلها من وراها لقيت الشات محذوف، بس كان في رسالة هي لسه ما شافتنيش، كان كاتب لها وحشتيني. هنا بقى كان لازم اخد قرار غصب عني، وبدايته مع اخويا اللي لازم انتقم منه لانه عمل كده في اخوه. وبعدين هطلع على اهلها واقول لهم على كل حاجة علشان اطلقها واخلص منها. لازم اكشفها لكل الناس اللي بتدعي التدين، اللي بتعمل كل حاجة حرام وغلط في الباطن وقدام الناس هي الست اللي ما فيش منها اتنين. رحت لشقة اخويا وطلعت، فضلت اخبط عليها محدش فتح لي. وبعد خبط طويل لقيت البواب واقف ورايا وبيبص ناحيتي بشك كبير. سألته عن اخويا واستغربت لما قال لي ان الشقة ديت ما حدش ساكن فيها من الاساس. حاولت اديله فلوس علشان يعترف ان اخويا سابها علشان كشفته، لكنه اصر على كلامه. ولما اتعصبت عليه طلع اولاده ومسكوني وكانوا هيضربوني لولا ان الجيران اتدخلوا والموضوع اتحل. رحت على بيت حماية وخبطت على الباب وفتحت لي حماتي. استقبلتني استقبال كويس وعملت لي شاي، وانا عمال افكر هفتحها في الموضوع ده ازاي، لحد ما صارحتها وقلت لها ان مراتي خاينة وعملت كذا وكذا واني لازم اطلقها. في الوقت ده شفت الصدمة واضحة عليها ونظرتها اتحولت، قامت من مكانها وخربشتني في وشي بغضب وقالت انت مجنون، اكيد انت انسان مش طبيعي. وصوتنا علا ودخلوا الجيران، ولقيتها علت صوتها وقالت اني بتهم ست عفيفة بالخيانة. ست ماتت من 1.5 سنة، خرجت اجري من عندها وانا هتجنن. ست ماتت ازاي؟ مراتي عايشة وخاينة كمان. رجعت الشقة ولقيتها فعلا في الحمام قافلة الباب وبتكلم حد في التليفون. ناديت عليها وردت عليا، قلت لها ان امها المجنونة بتقول عليها ميتة. ردت عليا وقالت لي ما انا فعلا ميتة، انت نسيت ولا ايه؟ ده لسه دمي على الكنبة اللي انت قاعد عليها. اتصدمت كأن حد ضربني بمطرقة كبيرة على راسي علشان افتكر كل حاجة حصلت فعلا، كل حاجة بالتفصيل. لكن هي ما سابتنيش لأفكاري وبدأت تتكلم من جوه الحمام وتقول مراتك كانت ست ما فيش زيها في الدنيا، متدينة محترمة بتصون بيتها، لكن انت اللي مشيت في سكة ما حدش بيرجع منها سليم. انت اللي بدأت بالحشيش وبعدين بقيت بتاخد مخدرات كانت كفيلة تدمر عقلك وتعمل لك هلاوس وتخليك شخص مجنون. مش بس كده، ده المخدرات كانت سبب انك تروح البيت المهجور تحشش هناك، ولما شفت القطة السوداء حصل لك المس وبقيت مجنون عقليا وممسوس جسديا، بتشوف حاجات مش حقيقية. الشيطان بيأكد لك كل يوم إنها ست خاينة رغم إنها ما كانتش بتقوم من على سجادة الصلاة. فاكر لما انت سافرت وأجرت واحد علشان يقتلها؟ فاكر قتلها فين؟ بالظبط على الكنبة اللي انت قاعد عليها ودمها غرق المكان، ورجعت تبكي وتصرخ على مراتك وكله صدق إنك بريء لكنك ما كنتش بريء. وعشان تهرب من الذنب شربت مخدرات أكتر وأكتر وبقيت عايش في وهم إنها خاينة علشان تنسى اللي انت عملته. ومن كتر جنانك قلت إنها بتخونك مع أخوك وانت أصلا وحيد ملكش إخوات. انت عملت ذنب عظيم، ذنب هيطردك في الدنيا وهيرميك في النار في الآخرة. انت اللي تستحق الموت. واتفتح باب الحمام ولقيت مسخ طالع يصرخ من جوه. هربت من الشقة صرخ بأعلى صوتي، كسرت 6 عربيات بالحجارة في حالة الهياج ديت لحد ما الشرطة جت ومسكوني. وهناك حكيت عن عفريت مراتي، عن قتلها، عن كل حاجة. آن الأوان أعترف علشان أموت وارتاح من اللي أنا فيه. آن الأوان أتحرر من أكبر ذنب في حياتي
احنا كرجالة بنغير قوي واحيانا بنشك في كل اللي حوالينا، لكن العلاج ده بسيط جدا. اولا تتقي الله في نفسك وافعالك، تختار صح، تحافظ على عقلك وعلى عبادتك، وتقفل اي مدخل ممكن يعمل فتنة في حياتكم، يعني شغل مختلط ليها، سوشيال ميديا تخليها تعمل دور مش دورها في الشارع وتستقبل الناس، لان ده دورك تحافظ على البيت كله وتقفل اي مدخل من مداخل الشيطان. انما لو سبت باب مفتوح والشيطان اتمكن منك هيخليك تشك في صوابع ايدك. الشيطان ما يحبش اكتر من خراب بيتك، وهيعمل كل حاجة علشان يفرقكم عن بعض، وانت لازم تحارب علشان بيتك. حتى الشيطان لازم تحاربه. انما تشرب مخدرات يحصل لك مس وتبقى مجنون، هتلاقي نفسك متورط في قتل ست اغلى من كنوز الدنيا، وحياتك هتتدمر زي كده. ادعولي او حتى افتكروني، اكتبوا لي تعليق يمكن غيري يشوفه ازاي نحافظ على بيوتنا من الشيطان وخراب البيوت. وفي الاخر هيفضل السؤال اللي قتل عقل الراجل ده قبل ما يقتل مراته: هل الشك كان حقيقي ولا كان باب شيطاني مفتوح؟ هل هي كانت خاينة ولا هو اللي خان نفسه وخان بيته وخان ربنا قبلهم؟ اللي حصل معاه مش مجرد جريمة، ده درس للي بيفتح للشيطان ثغرة واللي بيسيب عقله ويجري ورا الهلاوس، لأن الشيطان مش بيهد بيت غير لو لقاه من غير صاحب، ومش بيخرب قلب غير لو لقاه فاضي، ومش بيوقع راجل غير لو ساب ايده وفقد صلاته وخسر نفسه. هو اتسجن، لكن الحقيقة هو محبوس من زمان، محبوس في ذنب عمره ما هيتنسى، محبوس في صوت بيصحيه كل ليلة، صوت مراته اللي قتلها وهي بتسأله: ليه عملت فيا كده؟ تصبحوا على خير.